السلام عليكم. أهلا بيكم في فيديو جديد في نبض الذهب. قبل ما نبدأ أنا استأذنك لو تعمل لايك اشتراك متنساش تفعل زر الجرس. النهاردة حصل مجموعة من الأخبار، أخبار الصبح وأخبار بالليل هنتابعهم مع بعض النهاردة في الفيديو. تعالوا نبدأ بالأخبار اللي حصلت الصبح. أول خبر معانا هو بدأ بصدور بيان مهم جدا، وهو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي BCE، وده المؤشر اللي في الدولار الأمريكي بيتابعه بنفسه. البيان جه متماشي مع المتوقعات، ودي حاجة كانت غير منتظرة بصراحة، لأن كتير من الناس كانوا متخوفين من الصدمة التضخمية، ولكن خلاص الإشارة كانت إيجابية، بس إشارة واحدة لا تكفي. لازم نشوف استمرارية الفترة الجاية عشان نقدر نقول إن السوق فعلا بدأ يتغير. وفي نفس الوقت الصبح فوجئنا بخبر تاني خالص، الخبر من البنوك الصينية الكبرى، وعلى رأسهم البنك الصناعي التجاري الصيني، أكبر بنك في الصين. البنك أعلن أنه هيوقف الخدمات الوسائطية للأفراد في تداول المعادن الثمينة وعلى بورصة شنغهاي اعتبارا من 27 يوليو، وطلب من العملاء تصفية مراكزهم قبل الميعاد المحدد، وحذرهم ان هو لو ما عملوش كده هيتم اللجوء للتصفية الإجباري. طيب ليه الصين بتعمل كده؟ موضوع ببساطة جدا إن هي عايزة تنظف السوق من المضاربين اللي بيدخلوا بيسببوا الرفعة المالية. الصين يا إخوانا عاوزة تقلل من التقلبات العنيفة اللي حصلت الفترة اللي فاتت، ولازم نفرق هنا إن الصين لم ولن تمنع شراء الذهب، قرار مقتصر على نوع معين من العقود عالية، والشراء المادي والشراء عن طريق الصناديق مستمر زي ما هو. طيب التأثير بتاع تأثير القرار على المدى القصير سلبي نسبيا، لأن عملاء كتير هيقللوا أو هيقفلوا مراكزهم قبل الميعاد، ولكن على المدى المتوسط والبعيد القرار إيجابي جدا، لأنه هينظف السوق من المضاربين الضعفاء وهيرجع الطلب الحقيقي على الذهب. وعلى ذكر الأخبار المتداولة، في خبر شغال على الساحة من فترة إن الهند أوقفت شراء الذهب، وده خبر غير صحيح بالمرة. اللي حصل بالظبط يا فندم إن رئيس الوزراء الهندي دعا المواطنين لتقليل الشراء لمدة عام بسبب استنزاف احتياطات العملة الصعبة، والحكومة رفعت الرسوم الجمركية على الذهب وأيدت استيراد الفضة، ولكن الخبر ده قديم من حوالي شهر ونص ومش بيشمل البنك المركزي الهندي، فما يصحش تحمل مسؤولية أي نزول على القرار بتاع الهند يا فندم. ده بالنسبة للأخبار اللي حصلت الصبح. بالنسبة للأخبار اللي حصلت بالليل، حصلت مفاجأة حقيقية من مؤشرات جامعة ميتشل. توقعات التضخم لشهر يونيو صدرت متماشية مع التوقعات وأقل من الشهر السابق 4.6%، بعد ما كانت 4.8%. ولكن المفاجأة الكبرى كانت في توقعات التضخم لمدة 5 سنين اللي صدرت أقل من السابق وأقل من المتوقع، وده إيجابي جدا للذهب. مؤشر ثقة المستهلك وتوقعات صدوره سلبيين للذهب. مؤشر الظروف الراهنة صادر إيجابي، ولكن أهم بيانات كانت السوق منتظرها هي توقعات التضخم، واللي هي صدرت لصالح الذهب. نتيجة لكل ده يا فندم الذهب ارتفع بعد البيانات دي لمستوى 4093 دولار للأونصة، قبل ما يرتد ويستقر حاليا 4080 دولار للأونصة. طيب المحللين شايفين ايه؟ أول محلل معانا في ساكسو بنك مونسون توقع عودة الذهب إن هو يرجع لمستوى 5000 دولار للأونصة، واستبعد تماما سيناريو رفع الفائدة في أمريكا، وخصوصا أن رفع الفائدة مكلف جدا لدولة زي أمريكا مديونيتها
فوق 39 تريليون دولار. والبنك جي بي مورجان لسه متمسك بتوقعاته الأقدم، وهو وصول الذهب ل 6000 دولار بنهاية العام، وده آخر تحديث من موقع البنك بتاريخ 9 يونيو. بس بالرغم من كل التفاؤل ده، المخاطر الهبوطية للذهب موجودة، ومحدش يقدر يحدد قاع نهائي للذهب. وعايز أقول لحضرتك حاجة مهمة، في فرق كبير بين التوقعات والأحلام. أرقام زي مثلا 2000 دولار اللي هو اللي إن الناس بتتكلم عليها أوقات، أو في ناس بتقول إن هو ممكن يوصل 2000 دولار، دي حاجة صعبة جدا يا فندم، لأن تكلفة استخراج الذهب ده غير الضرائب، ده غير الشحن، ده غير النقل، تقريبا أزيد من 2000 دولار. فمستحيل الذهب يوصل للرقم ده. الذهب الحقيقي ينزل ويصحح، ولكن مش معقول يوصل لأرقام زي دي. أسعار الذهب حاليا وأنا بسجل معاك الفيديو: عيار 18 لو هنشتري 4945 جنيه، ولو هنبيع 4920 جنيه. عيار 21 لو هنشتري حوالي 5765 جنيه، ولو هنبيع 5735 جنيه. عيار 24 لو هنشتري حوالي 6589 جنيه، ولو هنبيع 6553 جنيه. وطبعا في فجوة سعرية حاليا 95 جنيه في الجرام، يعني الذهب في مصر مسعر من أعلى من ثمنه الحقيقي بحوالي 95 جنيه. الخلاصة يا فندم اللي حصل من يومين النهاردة: بيانات اقتصادية إيجابية، قرار صيني لتنظيف السوق من المضاربين، توقعات متفائلة من المحللين الكبار، ولكن المخاطر لسه موجودة، الاتجاه لسه فيه تقلبات. قرارك في الأول في الآخر، أنا بس بنقل لحضرتك البيانات الاقتصادية اللي احنا موجودة حاليا. ما تنساش تفعل زر الجرس، تشترك. مستنيك فيديو جاي. سلام.